السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهار كمل. شوشو هتسجل لكم هي عشان انا مش قادر، انا تعبان مش قادر اتكلم. هنا بقى ايه، هنعمل فراخ مشوية في الفرن هي شوربة بس مشوية، بس هي بطريقة الشوشو هو اللي مخترعها يعني. أول حاجة حطينا السمنة وحطينا حبان ومستكة ولوري وحطينا الفرخة. احنا هنعمل فرخة ووركيه. حطينا الفراخ بقى عشان نشوحها ونحط عليها ملح وفلفل وايه يا ماما وبصلاية وجزراية. وبعد كده ايه، شوشو هتحرق الفراخ دي بطريقه مبتكره. ما حصلش، نص سكه كده، ما حصلش، بس هما بيحبوها كده. اهو انا كنت بشيل الشعرية اللي في قلب رجل الفرخة دهيا، بس قفلت الكاميرا ورجعت. المهم ايه، نشوح الكوكو كويس. كوكو اللي هو ايه، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في منع من اكل الكوكو. بتاكل كل يوم والله العظيم. الصوت طلع هنا. صوت ايه؟ صوت الرقص ده علي بيه اللي متسجل. حطينا بقى ملح وفلفل. احنا لا احنا عيانين، احنا تعبانين، عندنا كورونا كل يوم. هنا بقى حطينا ايه، جزنطايه، وهنسيبها بقى اتشوحت وحطيت عليها الميه، وانتوا سيبوها تتشوح. انا حسبتها اتشوحت بس حطيت الميه، مش مشكله. المهم نروح بقى عشان نعمل الشرعيه بتاعه الرز. وهنا بقى حطيت الزيت وحطيت الشعريه عادي وحمرتها عشان اعمل الرز. ياه ما اجملي وانا اطبخ. أكلة شتوية ايه لزوم الدفء. وبسله بقى، يا البسله دي بقى بتنزل في قلبي. واخيرا البسلة نزلت ب20 جنيه بس منه لله اللي كان السبب. هنا بقى الرز اهو مغسول ومتصفي وكله تمام. ننزل عليه بالشرعية، ننزل على الشرعية بيه وقلب كويس بقى. نحط ملح، وفي ناس كتير ما بيعجبهاش تعليقاتي، اولهم فرد من افراد الاسره. حطينا الملح بقى ونقلب كويس الرز مع الشرعية. وبعد كده ايه، ننزل بالميه ونسيبه يترد ونسيبه يستوي. ما اجمل برجولة. استنى ثانية واحدة. وهنا رجعنا تاني، مش مشكلة. المهم نقلب الرز بقى كويس ونظبط العيد بتاعه ونسيبه يترد. ايوه الفراخ بقى هنا ازاي، يعني هي بقى لما بعملها شوربة بس ما بسويهاش قوي يعني، بسويها وبعد كده بقى برجع اعملها صينية بقى اللي هي مشوية بقى. بقطع لها بصل وطماطم وقرن فلفل، ولو في بطاطس حطهم بقطعهم كده حلق. هنا الشوشو هو بيقطع، والهاند فري بتاع الشوشو جاي بس مش مشكلة يعني. كملي يا ماما. انا قادرة اتكلم. ماشي، هنقطع البصل ونرجع نقطع البصل كله والطماطم. انا مسويهاش تسوية كاملة، بنص تسوية بس عشان انا بخليها تكمل سويها مع الحاجات دي على النار. نحط بقى فص توم مش كتير، وهنحط شوية ملح مش كتير، وحبة فلفل برضه مش كتير عشان خاطر نحط حاطين في شوية الشوربة عشان احنا حاطين في الشوربة عشان ما تبقاش حادقة. ده هو بس عشان طعم الخضار ده. نقطع بقى الفلفل بدعك الحاجات دي كلها مع بعضها لما تنزل ميتها. بفرط البصل عشان خاطر ميبقاش حتت يعني كده حلو. بعدين بحط عليه الفراخ، بكسر بقى الفراخ واحطها عليه. بحط الشوشو دي شوية يا شوربة. بولاد ست البنات، اختراعات، ست البنات الشاطرين. شوشو اختراع ولا بتحرق الاكل ولا اي حاجة خالص. اللي يقولك كده قوله انت كذاب.
يعني اصلا هي الفراخ هي بيحبوها لونها كده. الحته الاولانيه دي ما حدش ياخد باله منها، والحته الاخرانيه هنا بقى ايه، بعمل والله هي قالت لي الخلطة. اطلعها، قلت لها لا سيبها عشان عندنا ناس معترضه على طول على الاكل. الحمد لله. حطيت شوية شوربة، حطيت معلقة صلصة وبس، اكتر من كده ما بحطش. وقمت نازلة عليه يعني دي معلقة صلصة مع شوية الشوربة بس، واحطها بقى على النار تكمل سويه. سوية. وانا بقى كنت بعمل التسبيكة بتاعت البسلة بتاعتي الجميلة. بس بقى يا علي. حطيت بصل، قطعته حتت صغنطوطة، وحطيت شوية زيت ومعلقة سمنة، وهقلب بقى. انا بطول ليه؟ انا بطول هنا، انا بروح انام شوية وارجع. معلقه شوشو اللي ملهاش 30 لازمه. بس بتحافظ على ايد شوشو من اللسع. هنا البصل بقى ما اهو، اتحرقش ما السكر ولا اتحرقش حاجه، وما والله حد ياخد باله. اهو، ده محروق. ده هو اللي لونه احمر، ما حدش ايوه والله انت بتتريقيش. لا ده احنا صفرناه بس. واحط بقى ملح وفلفل، انا بحب اكتر الفلفل. واحط مرقاية، انا بعمل احلى شويه بسله يا ولاد. واحط ايه شويه كمون صغنطتين قوي ومعلقه سكر. ياه، بس انا ما جبتش الحاجات دي. الكمون يا ولاد عشان طبعا اي حاجه من البقوليات، وطبعا البسله بقوليات، فبتعمل انتفاخ، عشان يحوش الانتفاخ. وانا التسبيكه كانت اتعملت والسكر وغسلت عشان البسله يعادل حموضه الصلصه. ونزلت بيها، يعني نزلت بالبسله بعد ما غسلتها وخلاص، ونزلت بقى التسبيكه، بسيبها تغلي شويه مع الطماطم، وبعد كده بزودها بقى عشان تستوي وبس. وانا كنت بوريكم الكوكو اهو وهو على النار. انا مش بسيبه كده بقى، انا بقعد اقلبه الناحيه دي شويه ودي شويه عشان ياخد السوا كله يعني. مقطها الكوكو. وهنا الاكل بعد ما خلص والكوكو دخل الفرن والبسله استوت واحلى شويه شوربه. تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. مش محروق يا ولاد، هو حد يكون مفكر ان ده هو كده في عندنا محروق. اخ معترض كده بيقولك لا اصل مسلوق. بيضه بيضه، فاحنا حبينا نسيبها له كده لغايه ما بصي يجيب اخره. وتسلم ايدك يا بنتي يا شوشو على الاكل التحفه ما التحفه التحفه. تنسوش بقى تعملوا لايك لايك واشتراك واشتراك وتفعلوا وفعلوا الجرس الجرس عشان عشان يوصل يوصل لكم لكم كل كل جديد. جديد. باي.